مر عمر رضي الله عنه في ليلة من الليالي وإذا هناك في الليل فيه نافذة ينبعث منها نور، فسأل بيت من هذا؟ قالوا هذا راهب نصراني. قال ما الذي جعله في هذا الوقت يعني مستيقظا؟ قالوا يصلي، جالس يصلي، راهب يصلي صلاته. فبكى عمر. قالوا ما يبكيك؟ قال رحمة به، إني ذكرت قول الله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تعب ومشقة والنهاية تصلى نارا حامية. هذه النهاية، يعني مسكين يبذل وآخر شيء لأنه ماشي غلط. الله عز وجل يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا إيش وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني مصيبة ترى، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يعني سلامة النية وحسن القصد لا تكفي. يعني واحد يقول والله قصدي طيب، والله يا أخي أنت ليش أنتم والله قصدي طيب، وقصدك طيب هذا دليل أنك إنسان ممتاز، بس باقي عشان تكمل الصفة الحسنة فيك نقول خليك على الطريق الصحيح. ولهذا الله عز وجل جعل شرطي قبول العمل الإخلاص والمتابعة وصدق المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. قل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ايش معنى صالحا؟ صالحا بمعنى صحيحا على السنة، والثاني ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فهذان هما ركن قبول العمل.